طيب قلب عاملين ايه؟ وحشتوني. احنا معاكم في يوميات ايمن واماني وعيالي المجننين. المهم انا محضره لكم مفاجاه. بصوا المفاجاه، انتوا هتعرفوا من نفسكم انا رايحه فين. بصوا المنظر، بصوا انا قلبه الدنيا طبعا. فكه الدولاب، فكه السرير، اوضه النوم مقلوبه. بصوا الدنيا مقلوبه. قومي يا ساندي. بصوا عندي الدنيا عامله ازاي. هوريك السفره كمان، استنى. بصوا حط عليها ايه. الدنيا مقلوبه عندي، قلباها 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 قلباها. تعالوا بصوا كمان عشان صدق انا عايزه اوريكم حاجه. بصوا الجمال. دي اوضه ساندي وسيف، السرير بتاع ساندي ومرتبه من الكبار بتاعتنا وسرير ساندي. ده كان بنزين وانا مش عارفه ايه اللي كان واقع يا جماعه، على زيت او حاجه. بصوا الدنيا مقلوبه عندي ازاي. كل ده ليه؟ طبعا عشان عقبال امالتكم يا رب. ربنا حقق حلمي بجد، ربنا حقق حلمي ورضاني بعد تعب وبعد دوخه 4 سنين. الحمد لله اللي انا جبت شقه 3 اوض وصاله ومطبخ وحمام. الحمد لله كتبت عقدها من يومين. قلت لازم اصور معاكم واوريكم اللي انا ايه الفرحه اللي جوايا بجد، ان ربنا قبل دعواتي الحمد لله. وهرتاح من السلم بعد 5 سنين ولا 4 سنين. انا ساكنه هنا من 2020. تعب وفي الدور الخامس وفي عز الحر. وانا تعبت بجد لما النور بيقطع ولا الدنيا بتبوظ. انا بتعب حرفيا، ببوظ خالص. الحمد لله. المهم انا ايه، جوزي اول ما كتبنا العقد قمت قلبه الدنيا زي ما انتم شايفين. بقى لي 3 ايام بقلب فيها. قلبه الدنيا. بصوا المنظر، قلبه الدنيا. بس الدولاب ده طبعا اتبهدل، في حاجات هتتغير عندي. بصوا المنظر، قلبه الدنيا. كنا بناكل حاجات انا والعيال. بصوا الدنيا مقلوبه عندي اهي. بصوا المنظر. السجاده دي هي اللي نظيفه ماشي. وبقيت الحاجه عندي طبعا لما بتيجوا تقلبوا الدنيا بتبوظ. المهم انا ايه، وديت السجاده المغسله، وان شاء الله كلها اسبوعين كده ولا 10 ايام ان شاء الله باذنك يا رب. اودي العفش بتاعي بقى وابدا ارتبه. في ناس هتيجي تشيل العفش واحنا مع بعض خطوه بخطوه. ويا ريت يا ريت تباركوا لي في التعليقات واحس ان في حد كده حاسس بيا. تقولوا لي مبروك. مبروك يا امينه على الشقه الجديده. هي مش جديده، وعلى فكره انا هاخدها زي ما هي، يعني اعتبر زي التوضيب ده كده. مش هوضف فيها حاجه، مش هبيضها، لان بصراحه الفلوس يا دوبك. هي يا دوبك عملناها، ويا دوبك الفلوس، يا دوبك كتبنا العقد والفلوس يا دوبك على قد ايه الناس اللي هتيجي تشيل العفش معانا وتعمل. عشان انا وجوزي ايه مش هنشيل عفش ولا نعمل. فيا دوبك ايه مش هنبيضها دلوقتي، خليها على الله في اي وقت كده. وعفش وحاجاتي كلها هتترص زي ما هي ومع بعضينا واحده بواحده. وباركولي وهنوني بالله عليكم. بجد انا فرحانه قوي والله العظيم. مش عارفه ابين لكم فرحتي بجد، لان انا يعني حاسه ان انا مخضوضه. مش عارفه، حاسه ان انا في حاجه غريبه، مش مصدقه. لان انا الشقه دي جيتها غصب عني هنا. يعني جوزي عيني خدها احنا في الدور الخامس، قال لي عشان الفلوس ما كفتش. بس اما ربنا كرمنا وربنا سهل لنا الحال، خدنا بقى الشقه اللي احنا فيها الجديده دي. بس يا دوبك الفلوس يا دوبك. هي في عماره وجميله وشيك قوي، و3 اوض، اوضه لسيف واوضه لساندي واوضه ليا انا وجوزي، اوضه النوم والحمام حلو. ولما اروح هناك هنصورهم، بس كمان 10 ايام كده ولا حاجه. ربنا يسهل حاله وباركوا لي وهنوني وقولوا لي الف مبروك يا اماني. وعقبال ما تجيبوا يا رب ويكمل فرحتي على خير. يمكن يروح مني السكر وانا هناك. ادعوا لي والله. يلا باي باي حبايبي، وقولوا لي مبروك في التعليقات، واشتركوا في القناه يوميات ايمن واماني وعيالي المجنناني. باي باي حبايبي، مع السلامه.